هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا جدا بجد. كل الفيديو بتاع النهارده طبعا يعني هيكون عباره عن ان انا هقول لكم ازاي تهتموا ببشرتكم وتكون نضره كده وصحيه وكده. فانا هقول لكم الروتين اللي انا بستخدمه، فلو انتوا حابين تعرفوا ايه الروتين ده عشان تعملوه تتبعوه فكيب ان واتشنج. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لي فولو على الانستجرام. ويلا نبدا الفيديو. طيب خليني اتكلم معاكم اول حاجه عن القناه بتاعتي عباره عن ان هي قناه للميك اب والبشره والشعر وحاجات كده تنميه بشريه، فممكن تاخدوا جوله فيها اوكي وتعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه. ونبدا بقى الفيديو بتاعنا. الفيديو هيكون ان انا اقول لكم الروتين بتاعي اللي انا بهتم بيه ببشرتي، واتكلم معاكم في 6 نقط اوكي او 7 نقط غالبا. اول نقطه خالص هتكلم معاكم فيها وهي ازاي نهتم ببشرتنا ان هي تكون صحيه ونضره وفيها لمعه من غير ميك اب. واي حد عنده حبوب في بشرته، انا بشرتي كان عندي حبوب كتيره جدا، ودي مش بشرتي انا فضلت كتير قوي عقبال ما عالجتها. هقول لكم الروتين اللي انا بستخدمه واللي بشرتي جت عليه. بس قبل ما اقول لكم الروتين، مهم جدا جدا ان انت تعرفي نوع بشرتك ايه. نوع البشره ده هيفيد بايه؟ هيفيد بان انت تقدري تستخدمي الغسول المناسب لبشرتك، وتقدري تتعاملي مع بشرتك وتشوفي هي محتاجه ايه. فمعرفه نوع البشره ده مهم جدا. خليني اقول لكم سريعا. البشره عباره عن ممكن تكون بشره دهنيه، بشره جافه، وبشره عاديه او مختلطه. البشره الدهنيه بيبقى فيها زيوت، بتبقى المنطقه بتزيت، كل البشره بتزيت، تلاقي عليها زيوت كتيره في الصيف وبتبقى على طول ملزقه كده، وبتاخد الحبوب على طول، الاتربه على طول، وبيبقى فيها مسام بقى وحبوب وعلى طول فيها كده. البشره دي الدهنيه. الجافه بتبقى ناشفه جدا على طول، عايزه تترطب، ما فيهاش اي حاجه من دي، غالبا ما بيطلعلهاش حبوب خالص. البشره المختلطه بتبقى بين الاتنين. بتبقى انا بشرتي مختلطه، بتبقى جافه، بشرتي بتقلب جافه جدا في الشتاء، بتبقى جافه وبتبقى برضو فيها دهون. بتبقى المنطقه ديت ومنطقه هنا دي ودي بتبقى في مزيته كده على طول وفيها دهون. طب البشره العاديه عاديه اوكي. طيب مهم جدا بقى ان انا استخدم غسول نوع بشرتي مناسب ليها. مش بس كده، لا ده كمان لما تعرفي نوع بشرتك هتعرفي المواد اللي هي بتبقى فعالة مع بشرتك نفسها. يعني انت مثلا الغسول ممكن يبقى فيه، او المواد اللي انت بتستخدميها لبشرتك ممكن يبقى فيه مواد التركيبة بتاعتها مادة فيها تتسبب في ان هي تعمل لك حبوب، وفي مش جايه مع بشرتك، وفي مواد بتيجي مع بشرتك وبتتعامل. فاحنا مهم جدا نعرف ايه التركيبة والمواد اللي هي بتبقى موجود فيها البشرة وتستهدف ايه. انا عايزه استهدف ايه؟ يعني في غسول بيستهدف الحبوب، في ماده مثلا الهيدروكينون، في ماده مثلا في غسولات تانية لا هي مش مناسبه اصلا لبشرتي اوكي. طيب يعني مثلا البشره الجافه ما تجيبش غسول مثلا بتاع البشره الدهنيه، لان هي اصلا بشرتها هتجف اكتر. وكمان ما تجيبش غسول في مثلا اللي هو الحبوب او ماده النياسيناميد، لان هي اصلا بتقشر اوكي. فمهم ان انا اعرف نوع بشرتي عشان اعرف استخدم الغسول المناسب لبشرتي، ومهم ان انا اعرف التركيبه اللي مكون منها الغسول او البرودكت اللي انا بستخدمها، المواد اللي انا بستخدمها، عشان خاطر اشوف المواد ديت من ساعه لما انا عملت كده وبدات افهم بشرتي فبدات اتعامل معاها. فخلاص في حاجات بشرتي استهدفت حاجات معينه ببشرتي فاستجابت لده. اول حاجه الغسول اللي احنا ممكن المهم نستخدمه، في غسول للحبوب بتاع افن حلو جدا، بس هو بيستهدف الحبوب بس، يعني بيبقى مناسب للبشره اللي فيها حبوب. فيتش طبعا تحفه جدا الغسول، غسول جميل جدا جدا يعني تحفه. انا لسه ما جربتوش بس بسمع عنه كتير، عايزه اجربه. الغسول بتاع بايوديرما حلو جدا، والغسول بتاع لوريال اللي هو دوت صورته. الغسول ده تحفه بجد، انا ده اختراع واكتشاف لبشرتي. هو يا جماعه بيخلي الحبوب اللي هتطلع تحت الجلد ما تطلعش اصلا لو هتطلع. هو في ماده اهم حاجه بحبها، على الرغم ان انا بشرتي دهنيه فيها زيوت، بس بحب الغسول اللي استخدمه ما ينشفش بشرتي. مهم جدا وانا بشوف التركيبه بتاعه الغسول اشوف ان فيها ماده البانسينول، عشان دوت بيخلي البشره لما اغسل بشرتي ما تبقاش مشدوده قوي وناشفه وتقشر جامد معايا. لا هو انا ايوه عايزه انضفها، بس في نفس الوقت
الوقت عايزه اسيبها مترطبه. فماده البانسينول في الغسول ان الغسول بيرطب البشره وفي نفس الوقت بينضفها وبيشيل الدهون. ده مهم جدا جدا بالنسبه لي انا كمنى. فممكن المواد دي واللي انا بقوله ده يجي مع بشرتي وما يجيش معاكي، يعني انا بقول تجربتي الشخصيه، الحاجات اللي انا جت معايا واللي زيي برضو ممكن تيجي معاها. اوكي. فالغسول بتاع لوريال دوت حلو جدا جدا، حلو في هو بيخلي الحبوب ما تطلعش، وكمان ان هو بيخلي البشره مترطبه، ما بينشفهاش خالص، بينضفها وبيسيبها مترطبه. اوكي. طيب لما غسلنا بالغسول دوت البشره الدهنيه بنستخدم تونر. تاني خطوه التونر دوت مهم في ايه؟ مهم ان هو بيعادل البي اتش بتاع البشره. انا غسلت بالغسول خلاص، فشلت كل الزيوت اللي موجوده في البشره، فعايزه ارجعها تاني، فممكن نستخدم تونر. انا عن نفسي بستخدم ميه الورد، بحبها عادي جدا، هي بتعمل ريفرش للبشره. طيب اهم بقى من ميه الورد ومن التونر اساسا ان انا استخدم سيرم الهيالورونيك اسيد. سيرم الهيالورونيك اسيد مهم جدا 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 بجد، اي حد مش بيستخدمه فايته كتير، حاجه كده اختراع. ايه هو سيرم الهيالورونيك اسيد؟ الهيالورونيك اسيد عباره عن ان هو ماده بترطب البشره، بس هي بتملى الفراغات اللي موجوده في البشره، والجزيئات الميه بتحافظ عليها. الجزيئات اللي موجوده في البشره بتحافظ على جزيئات الميه اللي موجوده في البشره فتره اطول، فبتخلي البشره طول ما فيها ميه محافظه عليها، طبعا بتبقى مترطبه وطريه كده وبتنفخ. حقيقي انا بحس ان وشي منفوخ، يعني هي بتنفخ الخطوط وبتملاها اللي موجوده في البشره. فالهيالورونيك اسيد ده جميل جدا جدا، انا بحبه جدا. وكمان مهم ان احنا نعرف نستخدمه كويس ازاي، لان لو ما استخدمتوش صح انا بشرتي مش هتستفاد بيه. فمهم ان احنا نعرف نستخدمه. وازاي بنستخدمه على بشره تكون مبلوله، يعني تكون منديه. ليه؟ لان هو بيحافظ على الميه الموجوده في البشره فتره اطول. فلما احط السيرم الهيالورونيك اسيد بحطه على ايدي كده، بدلكه، وبعدين ببدا اوزعه على بشرتي تكون منديه، علشان لما يكون عليها ميه، هو اصلا وظيفته ان هو بيحافظ على الميه اللي في البشره، فهو يتحط على بشره منديه عشان يحافظ عليها فتره اطول. واروح حاطه عليه بقى الكريم المرطب. خليني اقول لكم ايه هو الهيالورونيك اسيد اللي انا بستخدمه. انا بستخدم لوريال تحفه جدا وبحب ريحته كمان قوي. واستخدمت السيرم الكوري بتاع اليزافيكا، خطير حلو قوي قوي بجد. انا خلصته يعني خلاص ما فيهوش اساسا، بيرطب اكتر. فالهيالورونيك اسيد بنحطه على بشرتنا، نحط عليه المرطب على طول. ده بيخليه برضو ان الترطيب هو اترطب كمان، لانك لو حطيتيه لوحده هيشد البشره. هو بيشدها طبعا عشان بيملى الفراغات اللي موجوده فيها. هحط بقى المرطب، هيبقى بقى فتره اطول موجود في البشره، وكده بشرتك هتستفاد بيه ويفضل محافظ على وجوده في بشرتك فتره اطول. تمام. فانا بستخدم الهيالورونيك اسيد، وبستخدم بالليل بستخدم برضو سيرم تاني، بس مش الهيالورونيك اسيد، بستخدم سيرم الجولد اللي هو الذهب. سيرم الذهب بصوا هو فيه جزيئات ذهب. ده سيرم بجد انا مش لاقي كلام اقوله عليه، وتحفه. هسيب لكم البيج اللي انا جايباه منه. السيرم ده انا بستخدم منه كميه قليله قوي، بجد بلاقي فيه لمعه في بشرتي فظيعه. بشرتي بتبقى بتلمع، بيبقى فيها لمعه. طبعا بشرتي بعد الفيديو ده يطلع لها حبوب، انا استاذه. هي اصلا اوريدي فيها حبوب، بس طبعا اقل بكتير. وعايزه اقول لكم برضو ان كتر البرودكت والمنتجات اللي نستخدمها على بشرتنا مش حلو. مهم برضو ان احنا نريح بشرتنا وما نحطش عليها حاجات كتير. اوكي. طيب سيرم الجولد ده بيبقى عباره عن ان هو فيه جزيئات ذهب. جزيئات الذهب دي بترطب البشره، بتدي نضاره للبشره. الذهب اصلا مفيد جدا جدا للبشره، ان هو بيديها نضاره ولمعه، بيبقى فيها لمعه صحيه كده. بيقلل من الحبوب، بيخلي البقع اللي موجوده في البشره تروح بالتدريج. فبصراحه جميل جدا جدا، يعني انا بستخدمه بالليل عشان احنا عارفين بالليل البشره بتستفاد اكتر بالبرودكت اللي بنحطها عليها. طيب خلاص. وبرده بستخدم المرطب. هقول لكم المرطب بقى اللي انا بستخدمه ايه. المرطب اللي انا بستخدمه ستيفز دوت، انا خلصته اصلا خالص يعني. بستخدمه بقالي كتير قوي، يعني بصوا يقعد معاكم فتره طويله قوي. المرطب ده بالكولاجين، فعلا بيطر البشره وبيرطبها وحلو. يعني انا بالنسبه لي، ممكن ناس تانية ممكن تشوفه تقيل، انا بالنسبه لي هو حلو، لان انا بشرتي يعني بتبقى فيها جفاف. فانا بحب المرطب ده جدا جدا، وريحته جميله وبيقعد معايا فتره طويله قوي. مهم جدا ترطيب البشره. لو مش هتستخدم السيرم تستخدمي مرطب للبشره. اوكي. طيب مهم بقى قوي قوي من كل اللي احنا بنتكلم فيه دوت مرطب العين.
بجد يا جماعه مرطب العين مهم قوي قوي قوي، يعني انا بجد ما بفتكروش وقت كتير احطه، مش مواظبه عليه، بس هو مهم قوي عشان الخطوط اللي تحت العين. هو مش بيعمل حاجه للخطوط ولا للهالات، بس هو بيرطب. عارفين طبعا احنا لما البشره بتجف بتتشد فبتنشف، فبالتالي بيظهر ان هي بتعمل خطوط وبتشقق وكده. فلما انا بحط مرطب تحت العين لانها منطقه رقيقه جدا جدا، ده بيرطبها، فلما تبقى طبعا مترطبه تبقى مشدوده، هتبقى مفروده، الخطوط مش هتبان اسرع، هتبقى شكلها الطف يعني. فكريم ايفا او اي كريم مرطب، اي كريم مرطب للعين هاتيه، بجد مهم جدا جدا استخدام كريم العين، محدش يهمله ويستهون بيه لانه هيفرق جدا معاكي. دي كده الروتين اللي انا بستخدمه لبشرتي كله اللي قلته لكم، واللي بجد بجد جاب نتيجه معايا. بس طبعا في حاجه انا بعملها تانية كل اسبوع، هي بجد اللي هي فرقت مع بشرتي جدا وخلت بشرتي ناعمه كده والبقع تقل خالص. هو السيرم النياسيناميد بتاع ذا اوردينري، اللي هو المقشر الاحمر، البيلينج سوليوشن اللي كلنا عارفينه، اللي هو المقشر الاحمر اللي هو بتحطيه على وشك. اولا طريقه استخدامه لازم تكوني غاسله وشك كويس جدا ونضيف، وتكوني منشفه وشك علشان ما يتحطش على بشره مبلوله ولا طريه، يكون وشك ناشف. ثم ان انت لو عامله شيفنج للبشره، يعني شايله الشعر من البشره، ما تحطيهوش لان هيحرق جدا جدا وهيلسع بشرتك. يفضل ان يكون مثلا في يوم تاني، ويفضل ان انت لما تعمليه ما تخرجيش تاني يوم في الشمس، او ما تخرجيش على طول في الشمس، عشان هو طبعا بيشيل الطبقه الاولانيه من البشره، فبتكون معرضه اكتر للحبوب او الالتهاب. اولا اول ما بتحطيه انت بتسيبيه 10 دقايق على بشرتك، بس اول ما بتحطيه هو بيحرق جدا جدا البشره. اوكي، احلى حاجه فيه ان هو بيشيل البقع، بيقللها جدا، بيخليكي تحسي ان بشرتك بتتحول بجد حاجه تانية. يعني ده مع الروتين اللي انا بستخدمه هيفرق، لا ده لوحده هيعمل حاجه ولا ده لوحده هيعمل حاجه. ف بيعمل ايه بقى كمان؟ انا ما بحبش احس ان وشي بيقشر، لان بجد بيبقى شكله رخيم جدا، وببقى يعني مش عارفه اتعامل معاه. ده بقى ان هو بيقشر البشره من غير ما تحسي، يعني ما بتشوفيش اصلا ان بشرتك بتقشر، هي بتقشر الطبقه الاولى كده لوحدها. فهو اختراع تحفه بجد، هاتوه يا بنات، حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم انه بقاله فتره كبيره جدا جدا معايا، انا بستخدمه كل اسبوع مره او كل اسبوعين، يعني تستخدميه بالتدريج لحد ما بشرتك تاخد عليه وتتعود عليه. ولو بشرتك فيها حبوب ما تستخدميهوش عشان ما يخليهاش تلتهب. فده فرق جدا في الروتين بتاعي، وان بشرتي تكون نضره ومترطبه كده وحلوه كده. اوكي طيب، النقطة بقى التالتة اللي انا عايزة اقول لكم ان كل ده مش هيبقى ليه اي 60 لازمة من غير ما تكوني بتشربي مية للجسم نفسه وللبشرة وللشعر والكلام ده كله. لما انا ابقى بستخدم كل ده من بره وما بشربش مية، انا عايزه اقول لكم ان انا ما بشربش ميه بجد، ما بفتكرهاش، بشرب ميه قليل جدا. فرغم ان انا بستخدم كل دوت بشرتي بتبقى ناشفه، بشرتي بحسها مجهده. ليه؟ عشان الميه. فالميه مهمه جدا، الميه بتخلي البشره نفسها طريه، بتديها نضاره، بتخلي الشعر طري وبيلمع. الجسم نفسه لما انت بتبقي شاربه ميه الجسم نفسه بيبقى مترطب كده. فانا مش هينفع ارطب من بره واهتم من بره وداخليا لا. وانا مقتنعه بحاجه ان لو انتي الداخلي من جوه لازم يبقى كويس وصح عشان الخارج يبقى حلو. الداخل لو مثلا مش متظبط فالخارج هيبان عليه. يعني لو انتي تعبانه اصلا بشرتك هيبان عليها ان هي مرهقه، لو انتي نايمه كويس بشرتك هيبان عليها ان هي صحيه. فالاهتمام دوت كله مش هيبقى ليه اي معنى من غير الميه، فنشرب ميه من الفطر. طيب النقطه الرابعه ان انا بستخدم حاجه فرقت جدا جدا برضو مع بشرتي، وهي ان انا مزيل الميك اب. انا يا بنات كنت بغسل وشي بالغسول وبكتفي كده، بس لقيت ان لا، المفروض نشيل الميك اب بمزيل الميك اب ونغسل وشنا، مش بس نشيله بس نغسل وشنا. فدوت فرق جدا مع بشرتي، ان انتي مهما تغسلي وشك هيفضل برضو في ميك اب في بشرتك. فمهم جدا ان انتي تشيلي الميك اب بمزيل ميك اب. هوريكم مزيل الميك اب اللي انا بستخدمه.
ده مزيل الميك اب اللي انا بستخدمه، احلى مزيل ميك اب ممكن تستخدموه في حياتكم بجد. دوت بنرجه كده قوي قبل ما نستخدمه عشان هو نصه ميه ونصه زيت. هو للبشره الدهنيه، سوري يعني هو فيه زيت، فمش حلو للبشره الدهنيه عشان البشره الدهنيه لو حطيتي زيت عليها بتحبب. فانا بصراحه استخدمته ما حسيتش ان هو عمل لي حبوب ولا اي حاجه، وهو اصلا عباره عن برضو قوامه ميه مش زيت، فحلوه قوي. غرنيه تاني ما بيعملش اي حاجه بجد، دوت حلو قوي. فمزيل الميك اب مهم ان انا اشيل الميك اب الاول واغسل وشي بقى بغسول، لكن الغسول لوحده مش هيعمل اي حاجه. دوت فرق جدا. مهم جدا ان احنا ما ننامش بالميك اب. الميك اب بجد بيسد المسام والبشره طول الليل بتتنفس، فمهم ما ننامش بالميك اب حتى لو هتشيليه بمزيل الميك اب، بس ما تناميش بيه. اخر نقطه عايزه اتكلم معاكم فيها وهي بقى الاكل. الاكل مهم جدا. انا مش هقولك اكل كتير تمنعيه او اكل كتير مش صحي، ومش هقولك امشي صحي وخليكي صحيه، لان انا باكل كل حاجه عادي بس بنسب. هي مش الفكره في ان انا اكل وما اكلش، الفكره في ان احنا ناكل بنسب معينه. فانا باكل كل حاجه بس بنسب. لو يوم الدنيا باظت بظبط تاني يوم. والفكره مش ان احنا فالاكل كل اللي في معدتنا بيظهر على بشرتنا، فمهم جدا جدا تاكلي اكل حلو وهيفيد بشرتك. البيض مهم جدا مثلا للشعر وهيدي نضاره للبشره. الجرجير مهم للشعر. الميه، شرب الميه كتير. بلاش السكر، نحاول نقلل السكر، لان السكر بجد بيعمل التهابات وبيعمل حبوب، بيخلي حتى الحبوب تبقى ملتهبه. فالسكر، ولو حد عنده حساسيه لبن، لان انا برضو اكتشفت ان اللبن بيسبب له حبوب، ولما بقلله خالص مش فعلا الحبوب بتقل خالص. فنحاول نشوف احنا عندنا حساسيه من ايه وايه الحاجات، بس بجد نهتم بكده. طيب ده كان كل الفيديو، يا رب اكون فدتكم ويا رب اكون ما طولتش عليكم في الفيديو. لو عجبكم كل اللي انا قلته ده سيبولي رايكم في الكومنتس، واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتي الجديده تجيلكم توصلكم، واعملوا لي فولو على انستجرام عشان كل البرودكت دي بعمل ريفيو عنها وهتتبسطوا يعني على الانستجرام. بس اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. باي باي.